ديكو ريفيو جديد وانت الاهم. معانا استاذ محمود هيورينا ازاي تغيري ديكور بيتك بالمفروشات الجميله بتاعته المتميزه. عنده كوليكشن ما شاء الله كبير جدا 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 باشكال مختلفه. هيقول لنا ازاي. قول لهم بقى يا استاذ محمود ازاي يغيروا الديكور. عفوا ان شاء الله. النهارده في رانر زي كده، ده بيبقى نازل بديل للمفرش السفرة الكبير. يعني النهارده اي سفرة النهارده بنفرش لها المفرش الجميل ده، تمام، بديل المفرش الكبير اللي هو كنا بنفرشه. بديل المفرش. حلو قوي. ده خامته ايه بقى معلش؟ ده الخامة بتاعته قطيفة. هنا كده ده كله ده قطيفة يا جماعة. ده قطيفة، قطيف. وكمان والقطيفة بتاعته قلابة، يعني بيدينا لونين مش لون واحد. حلو قوي لون قوي. فاتح ولون غامق، متطرز بالحروف بتاعته كلها. الحروف بتاعته كلها جوبير. جوبير او لاسيه، يعني معروف باسمه جوبير. فيها لمعه كده حلوه قوي قوي. ما شاء الله جميلة جدا. شكلها شيك جدا. دي بدل السفره كامله. السفرة الكاملة اللي هي دي. برضه معايا كده ناخد فكرة عن السفرة الكاملة دي. اللي عايز سفرة كاملة موجودة برضو عند أستاذ محمود بأشكاله وشكلها شيك قوي قوي قوي. دي السفرة الكاملة. لكن النهارده اي عروسه بتبقى السفره نفسها مش محتاجه ان هي تتدارى، يعني السفره بتبقى نازله جميله وشيك، مش محتاجه حاجه تداريها، فبتحط حاجة بسيطة كده بتدي شكل جميل قوي وشيك قوي. بالظبط كده. كمان مربع برضه. في ايه كمان منه؟ مربع، يعني مربع كده. في المربع برضه بيتحط في الوسط، وممكن بيتلف لفه صغيره كده. ممكن استاذ محمود يقول لك تلفيه كده من الشكل ده، بحيث ان هي يبقى شكله كده ايه، في كرمشه كده صغيره تدي شياكه للسفره بدل ما تسيبيه بشكله الطبيعي. ايه الافكار التانية اللي ممكن برضو يبقى يقدروا يعملوها عشان يغيروا ديكور البيت؟ هي كل دي يعتبر احدث حاجه واحسن حاجه. كمان عندي منها بيبقى اكتر من شكل واكتر من موديل. واللي عايز السفرة الكاملة، المفرش بتاع السفرة الكاملة موجود. عايزة قطعة بسيطة موجودة في أشكال مختلفة كتيرة جدا. ايه الحاجات بقى اللي نازلة جديد كده يا أستاذ محمود دلوقتي عشان الناس بتسأل عليه؟ كل ده نازل جديد. أنا عندي القطيفة ده نازل جديد. القطيفة نازل جديد بأشكال بقى، في ألوان للقطيفة. في عرايس كمان بتحب الشغل التل اللي ما يبقاش، يعني ما يبقى شفاف معنى أصح. عشان يبان شكل الترابيزة. ممكن في ترابيزات فيها ليد، فيها ورد، يبقى واضح معانا. بص كده جمال المفرش. طبعا ده الصغير بتاع ترابيزة الليفينج، الانتريه. حلو قوي. الصالون ده بيبقى شفاف كده، بيبقى شفاف وحاجة بسيطة ومنظر جميل برضو، مش هيداري معاكي الترابيزة. شكله جميل قوي قوي بصراحة. في منه الأحجام بقى الأكبر ينزل مقاسات زي ما انتوا عايزين. جميع المقاسات هتلاقيها موجودة. من أول ده يعتبر الوسط، في أكبر وفي أصغر. ودي درجات الألوان. الكافيه، اللون الجراي، جولد، ذهبي، وده الابيض بتاعه. شكلهم ما شاء الله الاربعه احلى من بعض. بصوا الاشكال بتاعته. ده الكافيه الجراي. وارجعي برضه صوري الموديلات الجليتر اللي نازله دي اللي هي دي كده بتبقى شكلها من قريب. ده ساده ما فيهوش جليتر. في زيه بالظبط، هو زيه بالظبط في كل حاجه، بس في جليتر. يعني لو انت عايزه ساده هيبقى موجود، واللي عايز ان في لمعه كده زي جليتر هتلاقيه برضو موجود. عايزاه هو وداخل فيه قطيفه كمان موجود. يبقى الشكل اهو حلو قوي قوي قوي. وده بيبقى داخل فيه ايه بقى يا استاذ محمود؟ ده شغل جليتر كده. شغل الجليتر اللمعه دي برضو نازل جليتر. وده ايه؟ قطيفه. الخامه بتاعته اسمها شانيليا. خامه شانيليا، حاجه شبيهه للقطن كده او الكتان. حلو قوي. فيها تجزيعه كده شكلها شيك قوي على الحقيقه كمان. وبينزل منها برضو الوان. انا عندي دي برضو ديزاين مختلف شويه. ده لونين جولد والسيلفر. حلو قوي الاثنين مع بعض. في عندي منه الاوف وايت سيلفر. في الاوف وايت كمان حلو قوي قوي قوي.
في اللي عايزين لو في حاجة فيها ستراس موجودة، شكلها حلو قوي بصراحة. وده احدث حاجه يعتبر في الجليد. ده احدث حاجة في الجليتر. ده مش عارفة بقى الكاميرا مبيناه ولا لا، بس هو لونه على جولد شوية، شكله حلو قوي في الحقيقة كمان. يعني ما شاء الله عنده كوليكشن كبير وجميل باشكال بقى مختلفة بكل الحاجات والتجزيعة دي كمان شكلها حلو قوي اهي، باشكالها اهي كمان فوق. في منها الدرجة دي وفي الدرجة دي الجولد، في الجراي، اشكال كتيرة جدا جدا. في تجزيعة كده بيبقى شكلها حلو قوي قوي قوي. عنده ما شاء الله كوليكشن كبير جدا بالدرجات بالالوان بالقطيفة بكل حاجة انتوا نفسكوا فيها تلاقوها موجودة بكوليكشن كبير لأي عروسة عايزة تتجهز، أي واحدة عايزة تغير شكل. يعني ما شاء الله عنده كوليكشن كبير جدا بأشكال كتيرة حلوة. كل الأشكال اللي نفسكوا فيها تلاقيها موجودة. حبيبي أبو خالد عملها بالسعار. بصوا الشكل ده ازاي رقيق وجميل. بصوا شكله شيق قوي 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 وجميل. استاذ محمود بقى هيقول لنا الشكل الجديد اللي نازل دلوقتي في 2024 ده ايه بقى يا استاذ محمود؟ ده بيعتبر طقم 16 قطعه. ده يعتبر احدث حاجه نازله في 2024. ده بيبقى مفرش برضه، ينفع ترابيزه انتريه، ينفع ترابيزه ليفينج، ينفع ترابيزه سفره، برضه بيتحط في وسط السفره، ممكن نحطه على ترابيزه الانتريه. ما شاء الله شيك، يعني هو اصلا لوحده حكايه. في بيبقى الطقم عباره عن 16 قطعه. الطقم 16 قطعه. حلو قوي. بيبقى رانر زي كده، مقاسه 50 سم عرض، طوله حوالي 80 سم. حلو قوي. ده ينفع كمان تسريحه، ينفع بوفيه، ينفع انتريه. حلو قوي قوي ما شاء الله. ال 16 قطعه متقسمين بقى لايه بالظبط؟ متقسمين على ان مربع يبقى متر في متر. ده متر في متر. ده بينفع سفره، ينفع انتريه، صالون، ليفينج، على حسب الفرش. حلو قوي قوي قوي. على حسب موظف وعلى حسب ما توظفيه. استخدامك انت بقى. وعندي بيبقى قطعتين، الحجم ال 45 في 45 ده بيبقى قطعتين. حلو قوي. ما شاء الله شكله شيك جدا جدا. 16 قطعة تقدري تستخدميها في اللي انت عايزاه باشكال مختلفة واحجام مختلفة. طقم كامل بشكل شيك قوي. في الوان منه بقى يا استاذ محمود ولا هو؟ ده والسيلفر. الجولد والسيلفر بس، هما لونين من الطقم ده. طبعا مفارش النيش بتاعته. دي مفارش النيش بصراحة شكلها شيك جدا 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 ومتميزة قوي بصراحة. ما شاء الله شكله حلو قوي قوي. ده بينزل كده من النيش، بينزل كده من النيش، والحروف كلها داير ما يدور بنفس الشغل. صوري الشغل اللي يشوف الشغل كويس كده. حلو قوي بصراحة. وعندي منه برضو بينزل باسكت وعلبة مناديل، برضو حاجة نظام برضو ديكور. حلو قوي. نفس الشكل. نفس الشكل. يتحط كده في غرفة النوم، في الصالون، في الصالة. حلو قوي قوي قوي. الباسكت ومنديل وعلبة المناديل حلوة قوي. شكلها شيك قوي. ان انتي وريهم كده شكلها حلو قوي. بصوا ده بس
ده الكفر بتاعه، بس هو في الحقيقه كمان شكله حلو قوي قوي قوي. لو عايزه تغيري من شكل الديكور شكله شيك قوي قوي قوي. في الباسكت والمناديل بتاعته شكلها حلو، متميزه جدا وجديده بصراحه ان هو يبقى طقم كامل. فطقم كامل يا جماعه 16 قطعه، في منه الجولد اللي هو اللي انتوا شايفينه والسيلفر. شكله ما شاء الله حلو قوي 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 قوي. ده كله بيتحط كده في النيش، في نهايه كده في نهايه النيش بيبقى شكله حلو قوي قوي. هما بقى العنوان بقى يا ريت تقولها لهم كده يا استاذ محمود. يا فندم شارع الازهر القاهره، شارع الازهر الغوريه، محل مولانا. محل مولانا. استناكم ان شاء الله تشرفونا، وان شاء الله بفضل الله نعمل لكم خصم كويس على اي منتج تاخدوه مننا لكل المشتركين. اي حد يقول تبع صفحه انت الاهم ان شاء الله استاذ محمود يعمل لهم خصم حلو، وهنحط لكم ارقام التليفونات والعنوان وكل حاجه عشان تقدروا توصلوا بسهوله. ما شاء الله عنده كوليكشن كبير بيرضي جميع الاذواق بجميع الاسعار. يعني هتلاقي اي حاجه هتلاقيها هنا باسعارها الجميله الحلوه بتاعت زمان، باسعار زمان هتلاقيها حلوه قوي 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 ومتميزه ان شاء الله. كل حاجه، عايزه حاجه فيها فرو هتلاقي، عايزه حاجه ساده هتلاقي، كل الاشكال هتلاقيها موجوده ان شاء الله. وانتظرونا في ريفيو جديد وانت الاهم.